من الدول التي امتنعت عن التصويت لقرار المجلس الأمن الأممي حول الصحراء الغربية سابقا، أي أنها أصبحت صحراء مغربية في إطار ما يسمى الحكم الذاتي، أي أن الشعوب الصحراوية ستقوم بتدبير شؤونها نفسها بنفسها بمجالسها الانتخابية الديمقراطية تحت لواء المملكة المغربية الشريفة. في كافة الأعضاء الدائمين منهم روسيا والصين اللتان تمتلكان حق الفيتو، في حين أن كافة الأعضاء غير الدائمين حتى نهاية 2026 فهناك دولة باكستان التي امتنعت كذلك، في حين أن الأعضاء الغير دائمين حتى نهاية 2025 الجزائر التي لم تشارك في التصويت، ولا دولة الحمد لله صوتت